طريقتي اللي لما تجربوها هتدعولي من جمالها. فسيخ شم النسيم بأسهل وأسرع طريقة ممكن تعملوها، وفي 10 أيام بس هتاخدوا فسيخ دايب وزبدة، ومن غير بقى تنشيف 20 ساعة ولا نقع كتير ولا خطوات كتير. أقول لكم إزاي تعملوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول اختاروا نوع السمك بتاعكم، يا إما بوري أو طبار. لو مش متوفر البوري بنستعمل السمك الطبار، وبنفتح عليه المية، وزي ما أنا ماسكاه كده من فوق لتحت بنفتح المية على الخياشيم بتاعة السمكة لحد ما تنضف معانا كده ويكون لونها وردي كده فاتح، وما تكونش بتنزل اي حاجة. وهنا احنا مش هنضطر نسيبها ليلة كاملة ولا ليلتين ولا الكلام ده كله، احنا بس هننشفها كده كويس قوي. هنسيبها ساعة واحدة بس تتصفى على مصفى نضيفة، وبعدين ننشفها كويس بالمناديل. طب انا خايفة تتبل مني او مش عارفة انضفها، شيلوا الخياشيم. بصوا هنا الخياشيم موجودة والناحية التانية مش موجودة، الناحية التانية شلتها علشان اوريكم ازاي. وزي ما شفتوني في اول الفيديو بنمسك ظهر السمكة كده ونعمل له مساج واحدة واحدة. ولكل كيلو من الفسيخ هنحتاج لكوباية من الملح الصخري، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة من الكركم، ونص معلقة من الشطة. عايزة اقول لكم ان هم بيدوا ريحة ونكهة حلوة قوي للفسيخ. طيب نقدر نستعمل ملح عادي؟ نقدر، ولكن هيملح معاكم وكمية الملح هتفرق شوية عن اللي احنا بنستعمله. حطيت معاهم معلقتين زيت علشان يمسكولي الفسيخ بتاعي كويس قوي. وبدأت ان انا كده في كل الخياشيم بتاعة السمكية، مش هنحط في البق ولا اي حاجة، تقريبا بنحط مقدار معلقة صغيرة في كل ناحية من الخياشيم بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نضغطها كده كويس قوي بايدينا. في الخطوة دي ما تستعجلوش، ادوا الحاجة حقها علشان تطلع معاكم مظبوطة. ولو وصلتوا لحد هنا ولسه مكملين بقى، ما تنسوش تقولوا لي بتحبوا الفسيخ اكتر ولا الرنجة. بدأت كده زي ما انتوا شايفين بقى ان انا اوزع كل الملح بتاعي. بالنسبة للناس بقى اللي بتقول طب ما الملح الصخري مش موجود، لا والله موجود عند اي عطار، وسعره على فكرة مش غالي خالص بالمناسبة، فهتلاقوه متوفر. طيب السمكة بتاعتنا هنا احنا اتأكدنا ان احنا نشفناها بمنديل حلو قوي، مسيبناهاش ساعات كتير زي ما اتفقنا. ولو مبلولة منكم شوية مش هيضركم في اي حاجة، صدقوني والله دي طريقة الفسخانية الصح. ما بينشفوش السمك ومش بيوقفوه 20 ساعة كده زي ما احنا كنا بنعمل زمان والحاجات دي كلها. نقطة الزيت اللي حطيناها مع الملح هتخلي الخلطة بتاعتنا تمسك عليه كده كويس قوي من بره. علشان بقى نشيله كده ونغلفه في شنطة، اول شنطة لازم تكون بيضة او كيس كبير واسع يكون ابيض. هبتدي ان انا احط السمكة راس وديل، يعني بحط واحدة كده والتانية تكون عكسها. وزعتهم كده بقى زي ما انتوا شايفين، والاكياس بتاعتكم اتاكدوا ان هي نشف. هنا بقى ممكن تحطوا فلفل، تحطوا شرايح ليمون، تحطوا ورق لورا، اي حاجه تفضلوها، لكن الفلفل والليمون لوحدهم بيدوا طعم غني وحلو قوي. بقيت كميه بقى الملح اللي بقيت عندنا من كوبايه الملح بتاعتنا او كوبايتين او كوبايه ونص على حسب المقدار اللي هتستعملوه. ببتدي ان انا اوزعهم كده على الوش علشان اتاكد ان كله عندي هيبقى واخد ملح مظبوط. مش هتقلقوش، مش هيحدق منكم ولا اي حاجه. وزعت برضو كده على الوش معلقتين تاني من الزيت علشان يعملوا كده زي ماده حافظه، فيدوني نكهه حلوه قوي وطعم حلو. هو ده الملح الصخري للناس اللي بتسال عليه. هبدا بقى ان انا اخد هنا الفسيخ بتاعي واتاكد ان مفيش اي هوا جوه الكيس. انا بصوا لفيته في بعضه، مش بنربط ولا اي حاجه. هحط كيس تاني وبعدين ارجع. في الخطوه دي بقى استعملوا كميه الاكياس اللي نفسكم فيها. ما تنسوش بقى ان انتوا لو واصلين حد هنا ولسه مكملين تسيبوا لي كومنت لطيف زيكم، علشان دعمكم بيفرق كتير، وتقولوا لي بتشتروه جاهز ولا بتعملوه في البيت. بدات بقى كده زي ما انتوا شايفين ان انا الفه في اكياس. عايزه اقول لكم انا تقريبا حطيت 10 اكياس يعني مثلا، او 12 كيس كمان. لفوه بقى كويس قوي كده، وكل مره اتاكدوا ان انتوا بتلموه كويس قوي على بعض. طيب هياخد معانا بالظبط في الشتاء اللي احنا فيه ده 10 ايام، لو في الصيف هيقعد بالظبط معانا 6 ايام وهيطلع حلو قوي. قفلوه كده بستريتش راب، وكل يوم الصبح هتمسكوه بدل ما هو هنا هنقلب على الجهه، يعني كل يوم هنقلبه على اتجاه مختلف علشان ياخد سوا واحد ويطلع دايب وزي الزبد. ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا لايك وشير يا حلوين للفيديو، وتستنوا بقى ما لما نفتحه مع بعض. صحة هنا.